روحت بقى فطرت اه ونمت. شربت الشاي مقصر ونمت. جه صحوني بقى عشان بالليل عشان اروح الشغل ما قمتش. تخيل ان انت في يوم من الايام جاي من الشغل تعبان، وبعد ما تيجي تتعشى وتنام، بس لما تصحى ما تلاقيش نفسك في سريرك، تلاقي نفسك بين الميتين. وده اللي حصل النهارده مع عم حسين. قصة النهارده مرعبة بس فيها حكمة، فلو عايز تسمعها حضر قهوتك واسترخي ويلا بينا على الفيديو. قصة النهارده حصلت مع شخص اسمه عم حسين. عم حسين بيحكي ويقول: انا كنت شخص عادي زي اي حد، وكنت شغال في قهوه في العتبه، وفي يوم كده طبقت في الشغل مكان زميلي عشان ما جاش. رجعت ساعتها وقتها من الشغل وكان سني 35 سنه، كنت ساعتها برضه خاطب وكنت ساكن في حي الجماليه في الحسين. عم حسين وقتها بيحكي بيقول: يوميها قعدت في الشغل من الصبح لحد تاني يوم الصبح، بعدها فطرت ورحت نمت. بعدها جم يصحوني عشان الشغل وما فقتش ساعتها حتى لما كبوا عليا ميه. كنت ساعتها بايت عند خالتي في الجماليه، ولما كبوا عليا ميه وقعدوا يصحوني ما اتحركتش ولا حركه. احكي لنا عنه ده. يوم زميلي ما جاش الشغل فطبقت مكانه. قعدت بقى الساعه كام؟ يعني قعدت من الصبح لحد تاني يوم الصبح لحد الساعة 8 الصبح. لغايه الساعه 8 الصبح. اه وخدت بعضك ورجعت على الجماليه. روحت بقى فطرت اه ونمت. شربت الشاي مقصر ونمت. جه صحوني بقى عشان بالليل عشان اروح الشغل ما قمتش. اه فكبوا عليها ميه وبتاع عشان اصحى مفيش حركه. بعدها طبعا جابوا دكتور علشان يكشف عليا. الدكتور قال لهم: ده ميت من امبارح بالليل بعد ما اكل على طول. نقلوني بعدها المستشفى، واهلي قالوا للدكتور: ده اكل امبارح وما فاش. بعدها جبنا له دكتور، قالوا حولوه على المستشفى. الدكتور ساعتها اللي في المستشفى شاف قلبي والنبض بتاعه، لا مفيش نبض خالص، معناها كده ان انا خلاص مت. الدكتور بتاع المستشفى برضه قال ان هو مات من امبارح ومات بعد الاكل على طول، ويمكن يكون الاكل اللي اكله ده مسمم، لان ساعتها كانوا شاكين في كده، لان بعد الاكل فعلا على طول انا ما اتحركتش من مكاني. بعدها طبعا غسلوني وقعدت 5 ساعات في العنايه المركزه من غير لا نبض ولا حركه. بعدها طلعوا تصريح الدفن وادوه لاهلي على اساس ان هم هيدفنوني وكده، على اساس ان انا خلاص مت. دخلوني التراب ودفنوني وقعدت يومين في الكفن، مع ان المفروض الميت يشيلوا من عليه الرباط، بس انا فضلت يومين بالكفن. هم يعني غلب على ظنهم في الوقت ده ان انت اكلت حاجه مسممه فجات لك الوفاه. فجات لي الوفاه. تمام. بعد كده بقى راحوا انا غسلوني. قعدت بتاع 5 ساعات في العنايه المركزه مفيش نبض ولا في حاجه. قعدت بقى يومين في غيبوبه في الكفن. هما بينزلوا الميت بيحلوا عليه الرباط. تمام. بيفكوا عليه الرباط. تمام. انا فضلت بقى يومين بلاقيهم في الكفن مش حاسس بحاجه ده بحاجه. عم حسين ساعتها ما كانش حاسس باي حاجه ولا حتى شايف اي حاجه. عم حسين ساعتها بيقول: انا قمت وما كنتش شايف اي حاجه ومش عارف برضه انا فين، كل اللي انا كنت شايفه ضلمه وبس. افتكرت ساعتها ان انا في البيت على السرير، ولما اتحركت الهدوم وقعت من عليا، وده كان الكفن. وكمان ساعتها لقيت قطن في وداني وفي جسمي كله. بعدها شلت القطن ده. بعدها شميت ريحه وحشه جدا واتصدمت طبعا الميتين حواليا، ولقيت ساعتها الميتين حواليا وانا مش عارف اعمل ايه. ساعتها جسمي كله اتنفض، كنت خايف جدا ومش عارف اتلم على اعصابي. قعدت امشي على ركبي لحد ما وصلت للسلم، بس بعدها اتخبطت في حاجه ورجلي كانت فيها دم، وقعدت على السلم وما حسيتش بالجرح ده، بس شفت الدم بينزف مني. قعدت يومين اصوت واقول: الحقوني الحقوني، انا حي يرزق، انا لسه ما متش. انا قمت شلت القطن بقى من هنا ومن هنا. شميت الريحه بقى، لقيت ريحه سريعه وضم مش شايف حاجه. لقيت بقى شعره وقف، كان خشن ما كانش كده. لقيت شعره وقف بقى ووقف كده زي مقشه الجليد من حضرتك كده، وجسمه كله اتنفض بقى ومش عارف اسمع الاعصاب. قمت بقى قعدت بقى اتسحب كده على ايديا وركبي لحد ما وصلت للسلم. قمت بقى لما قمت بقى المفروض دوست على حاجه عملت رجلي. قعدت بقى يمين زي عشان انزف من رجلي. قعدت بقى استغيث بقى: يلا الحقوني الحقوني هيرزق الحقوني. قعدت يمين على السلم اصوت: الحقوني هيرزق الحقوني. الحقوني ايه؟ هيرزق. الحقوني. بصوت بقى عشان الناس تسمعني. كان ربنا مقول الحنجره دي عشان الناس تسمعني. عم حسين ساعتها كمان كان بيقول ان كان في صوت رجلين بيجي عند المقبره، ولما يسمع صوت يجري. اكيد طبعا اي حد مكان الناس اللي بره كان هيجري. تخيل بقى ان انت معدي قدام مقبره وتسمع صوت حد بينادي عليك، هتعمل ايه ساعتها؟ قال ساعتها عم حسين: انا لحد تالت يوم ما كنتش قادر اقف على رجلي، وده بسبب النزيف اللي كان فيها وبرضه من الخضه والخوف اللي انا كنت فيه. ساعتها لما قعدت نادي كتير الناس سمعوني وراحوا للتربه عشان يتاكد من الموضوع، والتربي ساعتها بلغ النيابه والحكومه، والنيابه والحكومه جو في وقتها، وكان ساعتها معاهم كشافات. اليوم اللي طلعوني فيه كان بالليل، وساعتها التربي هو اللي طلعني. انا كنت وانا في القبر مش داري ولا حاسس باي حاجه، كل اللي كنت بعمله
كنت بصوت بس. بعد ما فقت بقى قالوا لي ان انا في المستشفى، والغريب والصدمه اللي عرفتها بعد كده ان التراب اللي طلعني مات بسبب سكتة قلبية لما بص في وشي. انا فعلا ساعتها كان شكلي يخوف، واي حد يشوفني كان يجري مني لان انا كنت شبه الهيكل العظمي. الناس ساعتها اللي كانوا شغالين في المستشفى بعد ما عرفوا بالموضوع على طول مشيوا وهربوا وسابوني. فضلت بعد المستشفى 13 شهر مش بتكلم مع اي حد، وده بسبب ان انا كنت مصدوم، وكنت مصدوم اكتر لما التربي مات. بعدها اخدت محاليل كتير علشان الدم يجري في جسمي تاني، والناس ساعتها ما كانوش مصدقين اللي حصل، بس والله ده حصل بجد. وطبعا انا مش بلوم الناس انهم يخافوا، لانهم عمرهم ما سمعوا حاجه زي كده ولا حتى شافوها. عم حسين ساعتها وقتها بيقول انا الحمد لله كان عملي حلو مع الناس، وعشان كده يمكن ربنا نجاني. فقت بعدها واتكلمت خلاص، جابوا لي امي وما كانتش مصدقه. وبعد ما فقت برضه من الغيبوبه فتحت لقيت اخواتي حواليا، بس كله كان خايف مني ومحدش قرب لي لان كنت شبه الهيكل العظمي. امي كانت هي اول واحده قربت مني وبصت في وشي، بس دي كانت الصدمه التانيه. امي توفت بسكتة قلبية وما استحملتش الفرحة اللي كانت فيها، لان خلاص انا كنت بالنسبة لها شخص ميت واخدت العزا بتاعه. فضلت سنة كاملة انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي، وعملوا لي تجميل في رجلي 5 عمليات تجميل بالظبط. وفي الشتاء كنت بعرف امشي كويس عليها عادي، بس في الصيف كنت بتعب جدا. بعد ما خرجت كله كان بيخاف مني، وكل اللي راح اسلم عليه ويسمع الحكاية دي يمشي ويسيبني، والجرايد كلها كتبت عن اللي حصل لي. خطيبتي برضه ساعتها سابتني بسبب التغيير الجذري في جسمي، لان كل حاجة فيا اتغيرت، شكلي، شعري، كل حاجه. مشيت ساعتها وقعدت اعيط لان كله سابني. وخالتي برضه ساعتها خافت ومرضتش تقعدني عندها تاني، كله ساعتها قفل الباب في وشي. ساعتها بقى اخدت اوضه في الحرفيين وجبت مناديل وقعدت ابيعها عادي في الشارع. وانا ببيع المناديل عربيه خبطتني في صلاح سالم وجريت. انا لحد الان ما اعرفش هي مين. عايز اقول بس في نهايه القصه ان ربنا كاتب كل حاجه وقادر على كل شيء، وان ممكن يكون اللي حصل ده لعم حسين فيه منفعه لي. بس قول لي لو انت مكان عم حسين ولقيت نفسك وسط الميتين هتعمل ايه ساعتها؟ انا عايز رايك في التعليقات من تحت، وما تنساش طبعا توصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات وتشترك في القناه. سلام عليكم.